بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا عرفتوا احنا فين؟ احنا في بيت ابويا. يا رب كده يجعله عامر يا رب، ويجعلهم كده بالصحة والعافية يا رب، ويبارك فيهم ويحفظهم، واولادكم وامهاتكم وكل غالي وعز عليكم حبايب قلبي. رحت كده لقيت ماما بتخرط في الملوخية، ما استنيتناش ليه يا ماما علشان نيجي نعمل معاكي؟ قالت حبايب قلبي براحتكم كده، عبال انتوا ما تيجوا كنا انا عملت اللي انا اقدر عليه. فربنا يبارك فيها يا رب ويديها الصحه كده. ما بتستناناش او بتستنى ان احنا نيجي، لا بتبدا هي. ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب، ما نتحرمش منها ابدا، ويشفيها ويعافيها يا رب، وكل امهاتنا وكل ابهاتنا ربنا يبارك فيهم ويديهم الصحه والعافيه، وتنهم كده موجودين في حياتنا، وما نتحرمش منهم ابدا، ولا نتحرم منكم حبايب قلبي، ولا تتحرموا من غالي ولا عزيز عليكم. غيرت كده هدومي ودخلت على المطبخ، قلت بقى اخش اعمل اي حاجة كده واشوف ايه اللي ما هيتعمل. فدخلت كده لقيتها معلقة كده على الكرشة والمنبار وكمان الكوارع، بس طبعا المنبار الضاني كان استوى خلاص، انما دوت كان منبار بقري، فكان محتاج شوية سوا شوية. وديت كمان الكرشة كنت بشوفها لقيتها محتاجة كمان شوية سوا، قلت اسيبها كده شوية تستوى كده براحتها، لان الكوارع لما بتستوي بزيادة بتبقى طعمة جدا وجميلة. خلاص كان الممبار بتاعنا استوى، قلت اشيله بقى علشان هنبدأ بقى ايه نعمل تسبيكة الكرشة. طبعا هنعمل كرشة بالصلصة، وهنعمل كرشة مقلية علشان اللي بيحب كده ياكل واللي بيحب كده ياكل. كل واحد طبعا انتوا عارفين بيبقى ليه اكل. فيا رب كده دايما عامر يا حبايب قلبي كده عندنا وعندكم الخير كله يا رب. احنا مش محتاجين بقى المرقة بتاعت المنبار ولا الكرشة ديت، خلاص هنتخلص منها كده، ونمسك بقى نجيب حلة نظيفة ونحطها على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. بس طبعا قبل ما نعمل بقى التسبيكه بقول لكم كده ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وكومنت كده حلو، دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل. عايزين كده القناه تكبر، ونفسي افرح امي، ربنا يبارك فيكم. خليكم كده معايا واسندوني علشان نفسي بصراحه افرحها واديلها ولو جزء بسيط من تعبها معانا. فربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم ويفرحكم كده باولادكم حبايبي، وينجحهم ويوفقهم يا رب. احنا في امتحانات، وطبعا في مجهود وفي ضغط كبير في البيوت، فربنا يا رب يعدي الايام دي على خير، وينجح اولادنا ويوفقهم يا رب، ويبعد عنهم كل وحش، ويهديهم ويصلح لهم حالهم، ويهدينا يا رب العالمين كده لبيوتنا، ويبعد عننا كل شر، ويبعد عننا العين الوحشة ويسترها معانا يا رب العالمين، ويسترها معاكم حبايب قلبي يا رب كده، ومتعكم بالصحة والعافية. طبعا انا دقيت التومه في المدق زي ما انتم شايفين كده، ونزلت بشويه زيت في الحله دي على البوتاجاز علشان هنعمل الصلصه. عايزه اقول لكم ان الفتره ديت فتره كلها طبعا صعبه على الناس كلها، وعلى معظم البيوت كمان اللي فيها ثانويه عامه واللي فيها شهادات. ربنا يا رب ينجحهم كده ويقويهم ويقويكم طبعا حبايب قلبي. عارفين الفتره كلها تعب ومشقة، فعايزة تحمل شوية، وعايزة صبر، وعايزة برضو هدوء علشان نعرف نعدي ان شاء الله، ولادنا يعدوا المرحلة دي كده على خير وبألف سلامة، ويكونوا كده من الناجحين يا رب العالمين. ربنا يوفق كل ولادنا وينجحهم، ويوفقكم وينجحكم كده يا رب، ويجعل الخير عندكم وفي بيوتكم، اللهم امين يا رب. حطيت كده معلقة من الثوم، همسكها كده ادبلها، وانزل بقى بالطماطم المعصورة. طبعا مش هخرط بصل، لان انا فرمة بصلة في قلب الصلصة او الطماطم يعني المعصورة، فرمة بصلة فيها. فكده معانا بصلاية متوسطة او كبيرة على حسب بقى الطبيخ وكده يعني، ومعانا معلقة من الثوم، وهننزل بيهم ان شاء الله كده، وربنا يسهل لنا الحال ولكم حبايب قلبي يا رب كده ويوفقكم. عايزه اقول لكم ان انتوا والله بحبكم جدا جدا جدا، وحشتوني جدا جدا جدا، يعني بتوحشوني من الفيديو، والله من الفيديو للفيديو ببقى مشتاقه ان انا اتكلم معاكم، وبتوحشوني اوي. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، لان انتوا اخواتي والله العظيم، وبقيتوا جزء مننا وفي حياتنا. ربنا يا رب كده ما يحرمناش منكم ابدا، ودايما داعمنا ودايما واقفين في ظهرنا. طبعا كان احمد ابني اللي بيصورني، فكان عمال يلعب في الكاميرا
ويقرب الفيديو ويبعت الفيديو. معلش بقى، سامحونا على التصوير وسامحونا على الاضاءة. ان شاء الله ربنا ييسر الحال ونعمل لمبة كمان في المطبخ، لان اللمبة ديت ضوءها مش حلو. نشيلها ونجيب لمبة بقى كبيرة شوية، او نزود الاضاءة ان شاء الله باذن الله. كل حاجة تتظبط وكل حاجة تتحسن وكل حاجة تبقى حلوة. اتفرجوا على القناة وان شاء الله تستفيدوا منها. تبقى قناة جميلة وفيها حاجات كتير جدا جدا، وفيها معلومات كتيرة وفيها حاجات قيمة. فطبعا ربنا ييسر لنا الحال كده ونقدر نقدم لكم ما هو مفيد وجديد وجميل، وربنا ييسر لنا الحال يا رب العالمين. دعواتكم لينا. نزلت كده بمعلقة من الفلفل الاسود. البهارات بتاعتي بقى والبهارات اللي موجودة عندك في البيت تقدري تحطيها اي حاجة ولو قليلة. بصي، اهم حاجة الرضا والحب والتسامح. وما تعملي الاكل كده بحب كده ونفس مرضية، ربنا بيخلي في الحاجة كده سبحان الله بتبقى تحفة جميلة جدا وطعمة جدا وحاجة كده في منتهى الجمال. ما دام انت عاملاها بذكر ربنا وبكل حب لولادك فبتبقى حلوة قوي. حتى بقلل الامكانيات وبقلل مثلا، يعني مش لازم ان احنا هنأفور في الحاجة قوي، او احنا ما عندناش مش هنعمل، لا، بأقل حاجة كل حاجة بتبقى حلوة ان شاء الله. وربنا بيبارك في القليل والله، وبيبقى طعمه حلو جدا وحاجة بتبقى جميلة. اهم حاجة النفس، واهم حاجة ان انت تعملي الحاجة بحب. كنت بدوق كده الملوح بتاعها، لقيتها كمان محتاجة شوية من الكمون. هحطهم دلوقتي. يبقى انا حطيت شوية من الكمون، شوية من الكزبرة، وشوية من الفلفل الاسود. كنت بشوف هنا بقى الكوارع بتاعتي، لقيتها استوت خلاص. هقفل عليها بقى البوتاجاز. هي كده بقى تمام وزي الفل. وحاجه كده كانت زبده، كان طعمها تحفه وكانت زبده طبعا. وكل ما الكوارع بتستوي شويه طبعا بتبقى حلوه قوي. دي الكرشه بتاعتي مسكتها قطعتها كده قطع مش صغيره ومش كبيره، قطع كده متوسطه زي ما انتم شايفينها قدامكم اهو. حطيت بقى لو في شوربه كنا نحط يعني ايه كوبايه من الشوربه مثلا، او كبشه من الشوربه او المرقه، يعني ما كانش فيه. فحطينا بقى كوبايه من الميه. كمان كنت عملت كده دقيه من الرز، عشان طبعا اللي بيحب ياكل الرز ومعانا كمان اطفال. هنعمل بقى كده شويه من الملوخيه. انا جيت اعمل الملوخيه بقى، امي قالت لي لا خليكي انتي عشان ابوكي بيحبها من ايديا، وهي بتعملها له بطريقه كده يعني ايه خاصه شويه. بنحط فيها بقى اللهم صل على النبي شويه من الزيت او حته من السمنه زي ما عندك. تنزلي كده بطماطمايه بالثوم طبعا، وبتنزلي كده تقطعي فيها طماطمايه وتزوديها بقى بالمرقه بتاعتك. حطينا كده الملح بتاعها طبعا، وحطينا مكعبين من الماجي. طبعا ما تبقيش تكتري الملح لان الماجي مالح، فعشان الاكل ما يبوش مني كده ويبقى مالح. خلاص ظبطنا الملح بتاعها. هنسيبها بقى نغطيها كده علشان هنسيبها تغلي بقى علشان ننزل بالملوخيه بتاعتنا. عايزه اقول لكم بقى اللي كانوا شويه ملوخيه زي العسل، وكانوا الاكل تحفه جدا وطعمه جميل طبعا عشان من ايد ست الحبايب. وكمان الحاجه ما بتتعمل زي ما قلت لكم بحب كده وفيها ذكر ربنا سبحانه وتعالى. الحاجه بتبقى في منتهى الجمال وفي منتهى الطعامه، وحاجه كده بتبقى زي العسل. خلاص المرقه بتاعتي كانت غلت خلاص بتاعت الملوخيه. هننزل بقى بالملوخيه زي ما انتم شايفين كده. طبعا امي قطعتها كده بالمعلقه علشان تبقى سهله معاها وهي بتضربها كده بالمضرب. ده مضرب يدوي يعني مش كهرباء يا جماعه. تضربها كده او مثلا الكبشه عندك او بمعلقه كبيره، تبقى سهله معاكي كده في الضرب، وتبقى ايه تفك بسرعه. قلبناها كده بقى وهسيبها كده علشان تاخد لها غلوه برضو. نكون احنا عملنا الطشه بتاعتها شويه من الزيت او معلقه من السمنه لو عندك. ما كانش فيه سمنه فكنا بنستعمل زيت وخلاص.
وهننزل بقى بالتومه بتاعتنا ومعلقه من الكزبره، ودي بتبقى الطشه بتاعه الملوخيه. عايزه اقول لكم ان ريحتها بتبقى جايبه اصلا اخر الشارع يعني. هنحمر التومه طبعا، بس مش هنحمرها قوي لدرجه ان هي تغمق مننا، خدي بالك، لان التومه بسرعه بسرعه بتلاقيها احمرت، وكمان عشان ما تمررلكيش الاكل، في دوبك كده تصفر كده وتدبل معانا وتصفر، نروح حاطينها على طول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا على النبي يا جماعه، واذكروا الله كده، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. لو وصلت معانا بقى في الفيديو لحد هنا، يا ريت ما تنسينيش اللايك. لايكات يا جماعه، عايزين الفيديو دوت يتفجر من اللايكات ان شاء الله. ربنا يوفقكم يا رب ويصلح حالكم. خلاص التومه كده احمرت معايا، هنزل عليها بمعلقه من الكزبره، معلقه كبيره كده محترمه من الكزبره. عايزه اقول لكم ان احنا بنعشق الملوخيه الخضراء، يعني الحله دي اللي الدقيه بتاعه الملوخيه ديت ما فضلش منها ولا طبق، يعني خلصت كلها على الغدا. وخلاص كده الملوخيه خلاص كانت خلصت معانا، يا دوبك هتاخد غلوه بس، وبعدين نقفل عليها ونسيبها. هنيجي بقى علشان نقلي الكرشه بتاعتنا. زي ما قلت لكم، في عندنا جزء بيحب الكرشه ام صلصه، وفي بيحب الكرشه المقليه، وانا من ضمن الناس اللي بتحب الكرشه المقليه. فهنقليها بقى في الزيت، ممكن تحطيها في صينيه كده في شويه زيت في الفرن، ولكن احنا قليناها وخلاص على البوتاجاز، عشان الطريقه دي احنا بنحبها اكتر. طبعا الاكل بقى اذواق، كل واحد بياكل اللي بيحبه يا جماعه. مش هحمرها قوي علشان ما تنشفش مني، يا دوبك بس كده هخليها كده ايه، يعني اشوحها تشويحه كده حلوه كده جميله زي ما انتم شايفين اهوت. مش هسيبها ان هي تنشف مني. خلصتها كده بقى وحطيت لا انا كان لسه كمان على البوتاجاز، بس غطيتها معلش الكاميرا كانت مغشلقه شويه. زي ما قلت لكم التليفون كان مع احمد ابني، والتصوير بتاعه بسم الله ما شاء الله كده، ربنا يبارك فيه ويقويه يا رب. فغطيتها كده لانها كانت بتفرقع بقى ومبهدله الدنيا. انتوا عارفين بقى الكرشه طبعا لما بتفرقع حاجه صعبه قوي، فطبعا الاحسن ان احنا نغطيها. خلصنا من الكرشه وحطينا الممبار. هنحمره كده ونخليه زي الفل طبعا، وبعد ما يتحمر كده وتحط في الاطباق، حط عليه بقى الفلفل الاسود وعصرة الليمونة، بتبقى تحفة جدا، الاكل بيبقى في منتهى الجمال. ودي السفرة بتاعتنا كده، سفرة بسيطة وعلى قد ما قسم. اتفضلوا معانا.
بألف هنا وشفا يا رب للي كل، بألف هنا وشفا للي شاف. ربنا يا رب يكتر عندنا كده وعندكم الخير حبايب قلبي، يا رب وسع علينا وعليكم. وان شاء الله كده نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده كان ابويا قاعد بقى، كان خلاص قال انا ما عدتش قادر، انا هاكل، اللي عايز يقعد يقعد واللي مش عايز خلاص براحته. فطبعا كمان ربنا يا رب يشفيه ويعافيه يا رب، ويشفي كل مريض يا رب، ادعوا له كده بالشفاء. طبعا ما بيقدرش ان هو ايه يتاخر عن الاكل اكتر. فده انا كنت بقى طبعا انا منظمه السفره وكنت بناولهم الاكل. فطبعا كان محتار بطبق بطبق الصلصه دوت. قلت له روح حط غدا علشان الولاد طبعا ياكلوا. فاللهم صل على سيدنا محمد. دي كانت السفره بتاعتنا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه